ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال يا رب. اول حاجه ما تنسوش الاشتراك في القناه زي ما فهمتكم الفيديو اللي فات ان قناتي اتقفلت. ساعدوني بجد، يعني الموضوع صعب قوي ان انا ابتدي من الاول. بس انا فعلا مش عارفه ان انا ابطل، خلاص اتعودت على التصوير واتعودت على الروتينات. انا كنت يعني حققت ساعات كتير وحققت يعني خلاص، المشتركين كان فاضل لي فيهم تقريبا 200 مشترك او اقل كمان، واقفل الشرط الاول او المشتركين. للاسف بقى خلاص ما فيش في ايدي حاجه اعملها دلوقتي غير ان انا ابتدي من جديد، وانا متاكده ان شاء الله ان انتوا هتساعدوني وتقفوا جنبي. يعني انا الروتينات بتاعتي ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. بس اهم حاجه كده الاشتراك في القناة، ولايك للفيديو علشان الفيديوهات بتاعتي تبتدي ان هي تظهر في المقترحات اكتر، وقناتي تتشاف اكتر لو سمحتوا. اول حاجه كده، اليوم النهارده بقى بصوا، انا كان بقالي كده تقريبا اسبوع ما عملتش روتين عميق او تنظيف عميق في التواليت. فكان لازم بقى ان احنا نعمل كده التنظيفه العميقه دي. طبعا كل يوم التواليت كده بتخشي كده الصبح يعني وانت بتغسلي وشك، بتبتدي ان انت يعني تحطي كده شويه الكلور كده في الارض، وننضف كده الحوض والتواليت نفسه كده. ده لازم ده كل يوم يحصل، دي تنظيفة يومية. لكن بقى التنظيفة اللي هي الأسبوعية دي بقى بتبقى عميقة شوية. هنعمل بقى فيها اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي. بس بقى كده اول حاجه دخلت حطيت بقى في الطبق البلاستيك اللي كان معايا ده ميه طبعا وكلور وربس وشويه ديتول، اي حاجه عندك حطيها. التواليت يعني بينضف من اقل حاجه، فاي حاجه عندك حطيها. انا كمان بحب قوي الصابون اللي هو السايل ده، حلو جدا في تنظيف التواليت وبيعمل رغوه كده وجميل. حطيت برضو شويه، بجيب كده صابون سايل اللي هو مش اللي هو يعني الازايز، لا اللي هو السايب، وبستعمله في الحاجات دي بيبقى حلو قوي وبينفع وبيوفر يعني. طبعا جبت كمان حته كده السلك اللي هو البلدي ده. انا ما بحبش استخدمه في المطبخ، لانه طبعا بيسود كده على طول وبيعمل لون كده غريب، ولو نسيتيه او كده بيبقع في الرخام. فالسلك اللي هو الاستانلس حلو قوي والليف طبعا وكده للرخامه للحوض. لكن السلك البلدي حلو في تنظيف التواليت. بتاخدي كده الحته كده منه بتستخدميها وبترميها في ساعتها وخلاص. هنا بقى كده ابتديت بقى ان انا بعد ما نضفت الحوض. هو انا التواليت ما جبتوش معاكم يعني مش بيبقى حاجه حلوه يعني ان احنا نجيب التواليت نفسه، بس هو تنظيفه زي بقى ايه ما نضفنا بقيه التواليت كله يعني بنفس الخلطه. بس كمان بننضفه من بره بالسلك ومن جوه بقى الفرشه بتاعته. بس كده بقى ابتديت بقى ان انا انضف الدش، واللي هو الجزء اللي جنبه ده برضو، وكمان السيراميك. هي دي بقى كده التنظيفة الأسبوعية بتاعة التواليت. بيفضل معاكي برضو يعني السيراميك اللي هو الحيطان نفسها كده نظيفة، والحاجات دي كلها نظيفة. طبعا البانيو كمان بيتنضف برضو بعد ما أي حد بياخد شاور بيتنضف. بتحطي فيه شوية كلور كده بالفرشة، أو بحتة السلك كده، وبيتنضف على طول، ما بياخدش وقت خالص يعني ولا مجهود. وبتلاقيه نشف يعني على طول كده. تفتحي طبعا الشباك، انا احلى حاجه عندي الشباك بتاع التواليت حلوه قوي وبيدخل هوا كده جميل. ما تنسوش اللايك بالله عليكم، ما تنسوش اللايك بجد يعني. اللايك مهم قوي 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 ومش بيتعبك في حاجه. بتحطي كده اللايك على طول، بس هيفرق معايا كتير والله. وطبعا تشتركي في القناه، ولو اشتركتي برضو فعلي زر الجرس علشان يوصلك اي روتين بنزله. ان شاء الله روتيناتي هتعجبكم. انا روتيناتي بسيطه، بس والله فيها اكيد برضو تشجيع وفيها تحفيز. يعني لو مثلا كده هو حرانه، خشي كده بقى على التواليت على طول كده، املي كده الطبق البلاستيك ميه ورغوه. اكتر حاجه بحب اعملها في الصيف ان انا انضف التواليت وانضف قدام الباب واسيق البلكونات. بجد بتبقى بصوا يعني الحاجات دي بتخليني كده احس كده ايه، بان انا كده يعني ببقى حرانه، لا بقى خلاص الحر ده بيروح. هنا بقى بصوا انا عندي اللي هو الرشاقه دي كده علشان احط بقى عليها الشامبوهات والكريمات والكلام ده كله. بس بقى بصراحه بقى لها كده يعني شويه كده ما اتنضفتش طبعا.
شلت بقى كل حاجة عليها ونضفتها. يعني هي بقى لها كده كام تنظيفة كده في الأسبوع، أنا ما بنضفهاش بصراحة، ببقى مستعجلة أو كده فما بنضفهاش. هي بقى لها تقريبا يعني 3 أسابيع أو كده أنضف التواليت كله التنظيفة الأسبوعية دي، وهي لا ما نضفهاش. شايفين مش نضيفة خالص، مش عارفة اتملت تراب ليه كده. وطبعا فيها حاجات برضو خلاص خلصت عايزة تترمى كده يعني. فنضفها بقى كده. طبعا انا كنت بغير السلك برضو لما بيتبهدل او بيتملى يعني كده، هو اي حاجه خلاص بغيره. هو طبعا ما فيش دهون ولا حاجه زي المطبخ، بس برضو نغيره كده. هو يعني استخدمت كده تقريبا 3 كده قطع في في التواليت كله، وتنضف معايا بأقل مجهود وبحاجات من البيت. يعني مش بنجيب بقى منظفات مخصوص ولا اي حاجه. طبعا كنت كمان كده نضفت البانيو، وجيت هنا بقى كده على الارض هنقلب بقى كده من الخلطه بتاعتنا الجميله دي. الكلور حلوه قوي، وكان فيه شويه ديتول، وطبعا الربس، وشويه صابون سائل كمان عشان الرغوه. فيعني الخلطة دي حلوة وكويسة. يعني لو في شوية كلور على مثلا الرابسو حلوين وهينجزوا معاكي. انا ما جبتش بقى وانا بنضف الحيطان كلها علشان الفيديو ما يبقاش طويل يعني، وعلشان ما اكررش نفس الفكرة كل شوية. بس يعني نضفت كله كده. هو جبت لكم بس كده مقطع بس واحد، واحنا بقى كده بندعك الحيطان يعني. المكنسة جميلة قوي في تنظيف الارضيات، حلوة قوي يعني بتنظف وبتبقى خفيفة كده في الايد، وفعلا بتساعد ان الرغوة كده تحصل. طبعا الجزء اللي في الارض دلوقتي اللي انا بنضفه ده من ساعة توضيب الشقة كان فيه اسمنت فما بيخرجش خالص. جربت يعني كذا حاجة كده زي فلاش والكلام ده مش بيخرج. المهم بقى كده كملت برضو. طبعا انا كنت في الوقت ده كده لسه ما نضفتش التواليت، طبعا نضفته بعدها. بس بقى نكمل كده بقية الأرض كلها بالمكنسة بقى كده بتاعتنا. طبعا بعد بقى ما مثلا خلاص نضفت بيها بغسلها بشطفها وبنضفها مثلا كده بكلور وكده، بنقعها شوية في كلور وبنضفها بالرابسو. وبعد كده بقى بطلعها على البلكونة كده يجي عليها الشمس والهواء كده، فتنشف معايا وتبقى زي الفل. منها اتغسلت، ومنها ان انا طبعا استفدت بيها في التنظيف بتاع الأرض. بينضف معايا جامد قوي. طبعا ده يعني الشبشب يعني طبعا لازم يكون في شبشب بالذات للاطفال. انا حاطه كذا واحد، اللي انا لابساه ده وواحد تاني وده بتاع بنتي، علشان برضو يعني ساعات بيكون في برضو ميه في الارض، وما ينفعش اصلا احنا ندخل يعني التواليت من غير الشبشب طبعا. بس هنا بقى كده كنت خلاص خلصت الارض، وهبتدي بقى ان انا اعمل الحيطان. طبعا شطفت المكنسه علشان الارض وكده، وهي ما كانش فيها حاجه زي ما بقول لكم كل يوم احنا بنقلب كلور في الارض وبننضف وكده. يعني في اللي هي التنظيفه اليوميه الكلور حلو قوي وبيعقم وبيقتل اي حاجه مش كويسه وبيطهر يعني. طبعا كنت برضو عملت الباب وعملت المرايه اللي فيه وكل حاجه. ما سبتش اي حاجه في التنظيفه اللي هي الاسبوعيه دي. انا مش بسيب اي حاجه، يعني مش بسيب اي حاجه ما اعملهاش، علشان طول الاسبوع يا دوبك كده بالفرشه كده دي الطويله دي او اللي هي الصغيره اي حاجه، وانا كده بسرعه كده في التواليت بنضف الارض. وكمان الحوض طبعا البانيو بعد كل استعمال بيتعمل كده بسرعه، وكمان التواليت. لكن بقى ما بنضفش الحيطان بقى وكل حاجه كده زي ما احنا شايفين. بس كده دلوقتي بقى كنت بشطف. انا البتاعه اللي انا بشطف بيها دي اللي هي بتاعه الدش اللي هو المحمول ده، بس الدش نفسه اتكسر. فهي حلوه ونفعاني قوي بقى في الحاجات دي، في ان انا بشطف بيها وكده حلوه وبتطلع ميه بتبقى كويسه. بتنفعني قوي في شطف الحمام، او لو غسله سجاده مثلا كده صغننه او اي حاجه. طبعا كده خلاص كنت خلصت كل التواليت، نشطف بقى كده. بس البتاعه دي بقى اللي هي يعني زي ايه كده، يعني سلمه كده عند البانيو او رف يعني عند البانيو، برضو بحط عليه حاجات، حاطه عليه الازازه بتاعه الكلور والازازه بتاعه الديتول، والفرش اللي انا بستخدمها برضو في التواليت، او فرشه السجاد يعني كده. ابتديت بقى ان انا ارجع كل حاجه كده على الرف الشامبو كريم اي حاجه ارجعها كده على الرف ده. حلو بيلم يعني حاجات كتير، حلو بيلم حاجات كتير. هنا حتى الحاجات اللي هي الشخصيه ده الصنفره كمان قربت تخلص. والشامبو جونسون بتاع البنات. طبعا هو
الرف ده للحاجات الشخصيه، وهنا بقى يعني الرف التاني اللي عند البانيو ده حتى بقى فيه حاجات زي ما قلت لكم، الكلور والديتول والفرش والكلام ده. كده خلاص بقى، كده خلصت كل حاجه. طبعا كنت كمان غسلت الباسكت كده، غسلته في الحوض، انا غسلته اصلا قبل ما اشطه في الحوض بس ما جبتوش هنا بقى. كنت خلاص طبعا شلت الفوطه اللي كانت موجوده. وهحط فوطه تانية. الفوطه طبعا مش بتقعد اسبوع كامل يعني، لا بتتغير برضو في نص الاسبوع، ممكن 3 مرات في الاسبوع. دي الفوط العاديه اللي هي بتاعت الايد وكده. مش فوط شخصية يعني، فوط عادية بتاعت الإيد. بحط واحدة هنا وواحدة من الناحية التانية. بص برضو هنعمل شكل حلو قوي لو عندك ضيوف ممكن تعمليه. عارفين التوك الأستك بتاعت الولاد بتاعت البنات، التوك الأستك الصغننة دي؟ هتجيبي كده الفوطة تفرديها على الرشاقة، وتخلي طرف اللي هو اللي من ورا يبقى طويل زي ما انتوا شايفين كده، والتاني يبقى أقصر منه شوية، وتقومي ربطوها بقى بالتوكه دي. والاحلى كمان من التوكه شريط الستان بيبقى حلو قوي قوي، بس انا ما كانش عندي ساعتها. هنا بقى كده الفوطه الصغنونه دي فوطه تركي، هي مش صغيره بس يعني اصغر من الفوط العاديه. حطيتها بقى كده بالشكل ده. هو اصلا كده واخده شكل حلو قوي عشان الرشاقه مدوره، فهي واخده شكل حلو، مش محتاجه يعني اي لفه ولا اي حاجه. دخلت بقى كده بعدها طبعا بشويه، ده اللي انا كنت عملته اليوم ده. طبعا مع ان انا مثلا كنستش كده الشقه كلها، غسلت نشرت الروتين العادي زي ما انتم شايفين. دخلت الاول المطبخ، كان عندي شويه مواعين هم اللي هناك دولت على الصفايه بيصطفوا. وجيت هنا بقى كده علشان هنعمل كفته ومكرونه غدا سريع. طبعا الحاجات دي بميل ليها قوي في الصيف. البانيه، المكرونه، الكفته، البرجر، الحاجات دي احلى واخف بكتير يعني بصراحه. هنا بقى كده عملت ايه، حطيت بقدونس وحطيت البصل، وطبعا كنت مصفياه من الميه، بس الميه بتاعته مش بنرميها طبعا، بنطعم بيها كده اللحمه المفرومه او الكفته يعني بعد ما بنصبعها. حطيت بقى اللحمه المفرومه، وحطيت كده نص مكعب مرقه، وحطيت ملح وفلفل اسود وشويه بهارات كفته او بهارات لحمه بس بقى. وسبت بقى كل الخلطه دي في التلاجة طبعا تتشمع. هنا بقى قلت كده عبال ما تتشمع شويه اعمل المكرونه. مكرونه سباكيتي بحب اكترها على 3. انا لو عليا مش هكسرها خالص، هاكلها كده طويله، بس عشان الولاد يعرفوا ياكلوا منها فبكسرها كده على 3 بتبقى كويسه. هنعمل الكميه كلها. ما بحبش احط زيت في ميه المكرونه وهي بتتسلق، يا دوبك كنت حاطه كده شويه ملح وخلاص. ما بحط الزيت لان بتخلي المكرونه مش يعني الصلصه لما نيجي نحط عليها الصلصه تبقى مزحلقه كده، ومش يعني الصلصه مش بتمسك فيها. فاستكفيت بشويه الملح وبس كده. المكرونه الاسباجيتي برضو حلوه قوي قوي، يعني تحسوا كده ان طعمها مختلف عن المكرونه الوقل الصغيره والحاجات دي. بقيت بجيبها كتير قوي. هنسيبها بقى كده تستوي مع نفسها، ما بتاخدش يعني كتير، 10 دقايق وخلاص. هنا بقى كده جبت الصينيه وما كنتش لاقيه البتاع اللي انا بصبع عليها الكفته، فاستخدمت ده السكينه بس ما نفعتش. وبعد كده اجيب حاجه تانية علشان اصبع عليها الكفته. حطيت طبعا سمنه، دهنت كده الصينيه سمنه علشان الكفته ما تلزقش فيها. انا الاول بسويها على العين، وبعد كده بحطها في الفرن وتحت الشوايه. يعني الاول في الفرن كده شويه صغننين 10 دقايق، وبعد كده تحت الشوايه بقى وبقلبها عشان تاخد وش كده وخلاص. هي اصلا بتكون مستويه يعني على العين، على عين البوتاجاز يعني. هعمل كل الكميه كده. أكلة خفيفة ممكن تعملي جنبها سلطة بطاطس محمرة. أنا عملت بطاطس محمرة ومخلل والحمد لله. أكلة حلوة وخفيفة. بس بقى كده يلا بينا كده على طول نعمل بقية الكمية بتاعتنا. لو وصلتي لحد هنا من الفيديو ما تنسيش اللايك للفيديو واشتركي في القناة. انا عارفة زهقتكم بس بجد يعني محتاجة جدا اشتراكات، ومحتاجة جدا دعم، ومحتاجة جدا اللايكات. هنا بقى بعد كده ما كنت خلاص عملت الكمية معايا كلها. هبتدي بقى ان انا امسك المية بتاعت البصل دي كده وبالفرشة وادهن كده ايه الكفتة كده من فوق، علشان طبعا علشان يعني تاخد كده من طعم البصل، بيديها طعم حلو قوي. وبس كده بقى خلاص، على طول بحط نص كوبايه ميه وبدخلها كده على طول تحت على العين، ولما بتستوي بدخلها الفرن. والمكرونه خلصت والبطاطس. طبعا هو الفلتر اللي مغمق شويه لون الكفته. باي باي.